الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم متابعين الكرام، متابعين قناة لمسة شيف فنان. النهاردة هنعمل طبق جميل، لمسة جديدة، لمسة جميلة إن شاء الله. أتمنى تنال إعجابكم. أتمنى كده تكون تستفادوا من فكرة جديدة، فكرة جميلة إن شاء الله، وأتمنى تعجبكم. هو طبق كرات استفد. كرات استفد، هنجيب الكرات الفرنساوي زي كده بالشكل ده، وهناخد بس تكون ايه يعني حتة مليانة كده، واحدة تخينة كده ماشي، ونقطع منها الحتة الراس بتاعتها كده من تحت، وبتكون مستقيمة لأن احنا هنعملها استفد، هنحشيها. وبنجيب في مية سخنة على النار، مية بتغلي، وبنتبلها، نحط فيها شوية ملح شوية فلفل، وبنسلق فيها الايه العود الكرفس ده. بعد ما بيتسلق بنجيبه، بيطلع معانا بالشكل ده، بنبرده تمام في ميه بارده او تلج. هنيجي بقى للحشوه بتاعتنا، للمكونات بتاع الحشوه بتاعتنا: جمبري مسلوق جاهز، سلمون، كراب ستيك، سمك. بنقطعهم، بنفرمهم برنواز كده ناعم، بنفرمهم فرمه ناعمه كده، وبنعملهم مع بعض، وهنحط لهم نتبلهم ملح وفلفل مايونيز ماشي وليمون بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طبعا ده قطعنا الكراب ستيك. بعد كده ده معانا الجمبري تمام. طبعا الحشوة زي ما تحبوا، لو في ناس ما بتحبش السمك ممكن تعمل اي حشوات، ممكن تعمل مثلا ميكس كولد كات، لانشونات تمام، سموك بيف، سموك تركي، اي حاجة ممكن تعملوه خضار تمام، زي ما تحبوا يعني. العملية متاحة والامر واسع يعني ماشي. بتفرموهم فرمة ناعمة كده، وبتتبلوهم زي ما حضراتكم في الحشوة اللي تحبوها، وبتتبلوها ملح وفلفل والتوابل اللي بتحبوها يعني، او اللي عايزين تحطوها عادي مفيش مشكلة. بالشكل ده فرمناهم كده. بعد كده بقى نيجي نتبلهم ماشي. حطيت شوية بابريكا، حطينا هنا ايه الفلفل ماشي. وبعد كده ايه نحط شوية هوت صوص، وندي عصرة ليمون، عشان طبعا ده سي فود بنديله عصرة ليمون ماشي. ومعانا هنا دي طماطم صندراي توميتو، طماطم مجففة، هنقطعها برضو ايه برنواز ناعم كده، نفرمها فرمة ناعمة وبنحطها عليهم، بتدي معانا ايه طعم الطماطم كده المجففة بتبقى حلوة. وبندي نتبل الملح ماشي، وبنحط شوية بقدونس بالشكل ده. وبعد كده نحط معلقتين مايونيز، معلقتين مايونيز تمام. ممكن لو هتعملوا خضار او تعملوا مثلا ميكس كولد كات، فبتحطوا كريمة تشيز عادي مفيش مشكلة. اهم حاجة تكون ايه المكون اللي هنحطه، كريمة تشيز او لبنة، يكون حاجة تربط السلطة بتاعتنا تمام. بنيجي بقى ايه نضغط بصباعنا كده وبنطلع، يعني بندي ضغطة كده، بندي ضغطة وبنطلع الايه واحدة واحدة كده تمام. طبعا احنا خدنا أول واحدة عشان هتكون أكبر وأوسع شوية بالشكل ده. ومعانا الكيس والبلبلة بتاعته هتكون ايه مش مشرشرة، تكون ايه سادة. وبنحشي الايه الكرات بتاعنا كده بالشكل ده. ونيجي بقى ايه عشان نعمل الطبق بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين بالكورنيه، اي كورنيه عندكم. طبعا دي اطباق ممكن نخش بيها مسابقات، ممكن نقدمها توب في اي بي، ناس مهمة كده يعني ماشي. بنعمل اللمسة كده بالفرشة، وبنحط الاستافد بتاعنا كرات، وبندي اي موس كده من فوق، اي موس. ده موس جبنة، موس جبنة بيضة ماشي. ممكن اي موس نحطه من فوق عادي مفيش مشاكل. وبعد كده نيجي نجرنش بقى ايه، ندي لمسة كده. دي طماطم صفرة، طماطم شيري صفرة، ودي طماطم شيري حمرا تمام. الجرنش المتاح عندكم اي حاجة، اي لمسات، كل واحد ولمسته يعني. ابدع بقى، يحط اللمسة اللي حضراتكم تحبوها يعني تمام. ده مثلا خوخ، طماطم شيري صفرا، طماطم شيري خضرا تمام. دي سلايزات متاخدة بجنب من البصل الأخضر ماشي. أي حاجة متاحة عندكم، عندكم بقدونس فرنساوي، عندكم أي حاجة ممكن تحطوها يعني ماشي.
نيجي بقى ايه، نحط مثلا اي ورق بقدونس كده، ورق خس، اي حاجة ممكن نحطها كده من فوق. ماشي. وده عنب احمر. اتمنى يكون نال اعجابكم، اتمنى اكون قدمت لكم حاجة مفيدة. ان شاء الله ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس، لانك لما تفعل زر الجرس يجيلك كل جديد، يجيلك اشعارات بالاطباق وبالشغل اللي احنا بنعمله. اشكركم شكرا جزيلا.